وانا قدهم كده انا حليت كتاب الوسام بتاع دكتور احمد بركه، يعني اصعب كتاب فيزياء في ثانويه عامه انا حليته، متخيل؟ وانا ده عشان كنت بفهم. طيب صلوا على النبي يا شباب، شباب الازهر. طبعا انا عارف ان انتوا طلبتوا حاجات كتير قوي في الفيديو اللي فات، فاحنا هنمسكهم واحده واحده كده وننزل عنهم فيديو. اولا كده هنتكلم عن الفيزياء. في الفيديو دوت هحل لكم مشكله الفيزياء انا قعدت فيها تقريبا، بصراحه دي اكتر ماده كنت ضايع فيها، فقعدت فيها لحد تقريبا شهر واحد او شهر 12، مش فاكر والله بصراحه، بس هو تقريبا شهر 12. وانا تقريبا اكلينيكيا كده ما خدتش غير نص الباب الاول، يعني ما اعرفش عن اي حاجه حتى عنه، كنتش بفهم كمان، كنت بروح الدرس انه كنتش بفهم، كنت بضيع وقت كتير، بقعد 4 ساعات في الدرس، يعني تخيل كنت بروح بلد تانية، ما كانش في حد بيعرف يشرح في قلب البلد عندنا، فكان لازم اروح بلد تانية، وكنت بروح من الساعه 8 الصبح وبرجع على حوالي الساعه 12، فكان وقت كبير ضايع وباجي تعبان كمان. فقررت ان انا اقعد من الدرس، مع ان زمايلي كتير اقنعوني ان انا ما ينفعش ان انا اقعد واستمر على اليوتيوب، ولكن انا وصلت نهايه السنه في اني اجيب 55 من 60 فيها. فانا كل ده عملته من على طريق اليوتيوب، بس انا اتاخرت في المنهج، ما راجعتش مع زمايلي، ما راجعتش اصلا مع مدرس، وكنت داخل الامتحان خايف جدا، فالحمد لله ربنا استرها. وكنت بس اللي كان بيميزني ان انا كنت بذاكر الدرس باتقان كويس جدا، وكنت بذاكر واحفظ القوانين كويس جدا كويس جدا، كنت بذاكرها كانها قران كده، واحل الامثله المحلوله. كان ربنا يعني الهمني كده في ان اجيب كتاب الوافي بتاع الفيزياء شرح، كان كويس جدا جدا في السنه بتاعتي، ما كانش في حد بيشتغل منه، كان بيشتغل من كتب الامتحان. وافي فيزياء شرح كان كويس جدا جدا جدا، كان بيكتب المقالي، كان بيكتب الاسئله العلل، كان بيكتب امثله محلوله صعبه كانت في امتحانات الثانويه الازهريه. فانت لو تقدر تجيبه دلوقتي هاته، او بتاع السنه بتاعتي، يعني شوف انت النسخ القديمه بتاعت كتاب الوافي شرح، هاتها وذاكر منها، والله العظيم كويس جدا. تمام. انا نزلت مخصوص ادور عليه في المكاتب، ما كانش نزل ساعتها طبعا، الاول ما بدات كده وقلت خلاص هذاكر فيزياء، ما كان خلاص خلص الحمد لله، يعني لستر ربنا كده لقيته في مكتبه كده يعني مطربه خالص كده، يعني ضايعه خالص، لقيته الحمد لله يعني. فالمهم ذاكرت فيه لحد نهايه السنه، واللي كان بيميزه ان هو كان بيكتب شبه كتاب المدرسه، يعني كان شبه اجابات كتاب المدرسه بالنص، يعني ما حاولش يغير. كتاب الامتحان كان ساعات بيغير، فده انا عرفته امتى؟ عرفت قيمته امتى؟ لما احنا دخلنا الامتحان نهايه السنه، وكان في سؤال تقريبا عن التيارات الدواميه، وكان بيقول لك ايه الخاصيه اللي تبع التيارات الدواميه او حاجه زي كده. فانا جاوبتها شبه مذاكرتي من كتاب الوافي، واللي هي شبه كتاب المعهد اللي انا اصلا ما كنتش بفتحه. فكان زميلي ليا كان بيذاكر من كتاب الامتحان وكتبها نفس كتاب الامتحان. نهايه السنه جه هو عمل تظلم وشاف اجاباته اللي هي بتاع اللي كان كاتبها قبل كده، وكنا احنا خارجين متخانقين على الاجابه ديت، وقلنا دي صح ولا دي صح. انا كنت بقول له دي صح، بيقول دي، هي بيقول لي دي بالفهم صح وشبه كتاب الامتحان، وانا بتاعتي بقول له دي اصح عشان من كتاب الوافي، يعني الصيغتين مختلفين. بعد نهايه السنه اكتشفنا انا وهو، لما انا وهو عملنا تظلم، اكتشف ان اجابته معموله له غلط، يعني اجابته اللي هي كان عاملها ديت معموله له غلط. فكتاب الوافي كان كويس جدا جدا. ده بالنسبه لكتاب الشرح، كنت بحل من كتب حل. انتوا حاليا ما تحلوش من كتب الازهر بس، يعني حل من كتاب الازهر وحل من كتاب العام، مهم جدا. اوعى تاخد بكلامي الفيديو اللي فات، انا كنت بتكلم على الكيمياء، اسئله السنوات السابقه بتاعت العام، حاول تلتزم بيها، هي دي اللي يعني هي دي الليفل اللي هيرفعك شويه في ان انت تبقى مستواك نفس مستوى الامتحان بتاع الازهر. امتحان كويس جدا، وفي قناه على اليوتيوب بتحله اسمها الفيزياء والحياه. انا قدهم كده انا حليت كتاب الوسام بتاع دكتور احمد بركه، يعني اصعب كتاب فيزياء في ثانويه عامه انا حليته، متخيل؟ وانا ده عشان كنت بفهم. طب انا كنت بتابع مين؟ كنت بتابع مستر اسمه المهندس في الفيزياء، قناته موجوده على اليوتيوب، اسمه محمود صلاح، المهندس في الفيزياء محمود صلاح، قناته تقريبا معناها 220,000 حاجه زي كده، 200 وحاجه. رقم 2 تذاكر كويس جدا وتحفظ كويس جدا الدروس، يعني بحيث ان انت مش هترجع لها تاني. لو انت ضايع في الفيزياء دلوقتي ذاكر الدرس بحيث ان انت مش هترجع معاه تاني، مش هترجع له تاني. لو ذاكرت وفهمت كويس جدا وذاكرت باتقان، وكل درس مسكته حليت عليه من اسئله السنوات السابقه على الدرس نفسه وحفظته كويس، صدقني هتقفلها باذن الله بنسبه كبيره. انا دخلت امتحان نهايه السنه كنت متوقع اجيب 30 من 60، لقيت نفسي الحمد لله جايب 55 من 60. ما توقعتش اصلا، ما توقعتش خالص يعني، مع اني مخلص المنهج متاخر جدا ومخلصه في ليالي الامتحان تقريبا، لان احنا كان عندنا اسبوع قبل العيد. يعني كان انا رايح، متخيل رايح، انا كنت بنط في الدروس عشان اوهم نفسي ان انا خلصت. فرحت نهايه السنه كنتش مخلص كيرشوف، درس كيرشوف اللي هو كان في الباب الاول، اللي انتوا تقريبا معظمكم خدوا دلوقتي. المشكله برضو ان انت بتبقى معتمد على نفسك في الاونلاين، فانت مش عارف ترتب مواعيدك ازاي، لازم تحط لنفسك ميعادين في الاسبوع، يعني مثلا سبت وثلاث هاخد محاضره، او سبت وحد واربع هاخد محاضره. ارسم لنفسك
محاضرتين في الاسبوع، اوعى تحط محاضره في الاسبوع دي هتبعد عن الماده وهتضيع منك. ده دايما سيستم نفسك كل المواد محاضرتين في الاسبوع، ما عدا المواد اللي هي مثلا كتيره زي الشرع مثلا 3 ايام او 4 ايام، او في ناس كمان تقريبا بتاخد كل يوم. وكمان الرياضه برضو خد لها 3 ايام عادي. دي مشكله الفيزياء يا شباب، اتمنى اكون حليتها لكم. ما تنسوش تدعوا لي في الكومنتات، وربنا يوفقكم يا رب، ومع الف سلامه.